السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. احنا هنعمل مع بعض بقى ان شاء الله فطيرة البيتزا، طريقة جميلة جدا وبمكونات بسيطة ومن غير عجن ومن غير تعب، وتطلع معاكي طبعا مورقة وحلوة وجميلة. تعالوا بقى نعمل الخليط مع بعض كده. حطينا في بولة نص كوباية سمنة. السمنة دي انا كنت مدفياها، بس طبعا انتوا عارفين ان الشتاء ايه، فبتجمد الحاجة على طول، مش مشكلة معاكي. حطينا بقى عليهم كوباية لبن دافي وقلبناهم كده مع بعض. بصي يعني هي مش هتدوب معاكي قوي، لان زي ما قلنا كده الشتاء بيجمد الحاجه. وحطيت كمان عليهم معلقتين قشطه لو عندك، جميله دي بتديها بقى ايه دسم حلو قوي قوي وطعم جميل. برضو قلبناهم كلهم كده مع بعض. ده ايه ده الخليط اللي احنا هندهن بيه الجلاش. عندنا بقى واحده لفه جلاش. جبنا بقى صينيه ودهناها بالسمنه، وخدنا منهم اول ورقتين حطيناهم بقى كده زي ما انتوا شايفيني في الصينيه، والطرف بتاعه من بره، يعني سيبنا له طرف، سيبنا للورقتين دول طرف، دهناها دهنه جميله كده حلوه جميل يعني جامده، عشان تتشبع معاكي بالخليط اللي احنا عملناه. وجبنا بقى ورقتين تاني برضو، حطينا برضو الطرف كده بره على الناحيه التانيه المقابله ليه، ودهناها برضو دهنه حلوه كده. يعني ايه، شبعيها بالخليط اللي احنا عملناه مع بعض دوت، علشان تطلع معاكي كده ايه مورقه وطعمها جميل قوي. القشطه مع السمنه مع اللبن بيدوا طعم جميل جدا. جبنا بقى الورقه برضو اهي، ورقتين التانيين حطينا برضو في الطرف الفاضي، سيبنا الطرف الفاضي اللي هو المقابل ليه، دهناه برضو دهنه جميله جدا. يعني شبعيه بالخليط اللي معاكي دوت، عشان القشطه واللبن والسمنه بيدوها دسم جامد ويورقها. اهو جبنا تاني ورقتين برضو في الناحيه اللي هي قدامه الفاضيه، اللي تعتبر ايه الجنب الرابع، ودهنا برضو الدهان جميل يعني ايه جامد جدا. بالفرشه كده شبعيها. وجبنا برضو تاني ورقتين وحطيناهم في الطرف ايه الرابع، يعني حطينا ورقتين ورقتين بحيث ان هم بقوا ايه تمن ورقات تحت في النص، يعني لفة الجلاش هي سميها 2. جبنا بقى شوية ميكس جبن، رشيناهم برضو كده اهوت على الجلاش، وزيتون اخضر متقطع كده مخلي متقطع، وبسطرمة. لو انت بقى مش عايزه البسطرمه، بصي يعني حطي بالحاجه اللي انت عايزاها، وشويه فلفل الوان. حطينا بقى برضو عليهم ورقتين جلاش، وسيبنا طرفهم بقى بره، دهناها دهنه برضو حلوه قوي بالخليط اللي عندنا. وجبنا برضو ورقتين تاني، يعني بحيث ان الاربع ورقات اللي احنا بنحطهم دول يبقوا ايه في الاربع اطراف. ادهني ايه السمنه الخليط تاني، شبعيها كده. هيبقوا من دول 4 ورقات زي الورقات اللي تحت، وكل جنب ورقتين، يعني كل جنب في الصينيه ورقتين. لو انت عايزه بقى تعمليها في صينيه مربعه ماشي، في صينيه مستطيله ماشي، بحيث انك انت ايه مش هتطلعي الاطراف دي بره. لكن دي عشان صينيه مدوره، فانا حطيت الاطراف بره بدل ما ايه اقصها كده وافرشها من جوه، لا. خلاص بقى دهنا بقى اخر ورقتين. هلم بقى ايه اول طرفين اللي هم فوق، هلمهم كده من الجوانب كده، الاربع جوانب اهم، وهندهنهم الخليط اللي احنا ايه عندنا برضو. شبعيها بقى بالخليط اللي احنا كده معاه كده. هنجيب الورقتين التانيين برضو اللي في الاطراف التانيين، اللي ده في تاني يعني في تاني ورقة تاني رف من تحت، تعتبر يعني تاني جلاش حطيناه كده مع بعض. هنلم ورقتين وكده كلهم، وهندهنهم بالخليط اللي عندنا، عشان كل ده ايه بقى يورق معاكي كده، الفطيره تورق معاكي وما تبقاش ايه ناشفه من جوه ولا معجنه ولا ايه ولا لازقه في بعضها. هناخد بقى طرفين اخر طرفين اهم من الجلاش،
لا، عشان احنا قسمنا لفة الجلاش نصين، النص من فوق والنص من تحت. وحطينا الخليط في اللي هو الميكس الجبن في النص، اي ميكس جبن عندك، واي زيتون، واي حاجه انت حباها، بلاش البسطرمه، اي حاجه انت عايزاها. برضو ايه هندهنها الدهنه برضو الحلوه قوي اللي هي تشبع. خلصنا بقى كله كده خلاص، دهنا بقى الطرف من فوق اللي هو اخر ورقتين، طبقناهم كده دهناهم تاني. كنا احنا بقى سايبين ايه ورقتين حلوين سلام كده، دول اللي هيتحطوا على الوش. الاربع اطراف برضو بقى بتوع الورقتين اللي هم على الوش دول هتحطيهم تحت الفطيره من تحت، يعني ترفعي الفطيره كده بايديكي من كل الجوانب، وتحطي الورق كده اللي في الاطراف اللي بره تحتيهم، بحيث انك انت تخليها ايه بقى فطيره مدوره كده وشكلها جميل. خلاص كده اهي نزلنا الايه الاربع اطراف، سويناها كلها عشان تبقى مدوره قدامك. وهنعمل ايه الخليط اللي عندنا هناخد برضو منه وندهن بيه الوش الاول، ودهني الاطراف. اهم شيء كمان تشبع الاطراف دي بالخليط اللي معانا ده، عشان ما تنشفش منك في الاطراف وتشقق وتتكسر. دهني بقى كل السطح كده بتاع الفطيره كله كده مع الجوانب، يعني كل ما بتدهني كده نزلي الفرشه كده بالخليط اللي معاكي، نزليه كده في الاطراف عشان يبقى ايه كله شارب كده من بعضه. واللي بقى منك بقى من الخليط ده عادي جدا شيليه في كيس تستعمليه في مره تاني. جبنا برضو ايه شويه الميكس الجبن اللي هو جبنه رومي على شيدر على موزاريلا، اي ميكس جبن عندك، رشينا كله على الوش، وبرده شويه زيتون اخضر. بس هنا بقى ايه مش هحط البسطرمه علشان ما تنشفش من فوق وتحدق، احنا حطيناها بس جوه ايه في الحشو. وشويه فلفل الوان، وعلى الوش بقى خالص هنحط شويه موزاريلا عشان دي بقى ايه تديها ايه يعني لون جميل وتديها مطه حلوه معاكي. خلاص كده اهي الجبن الموزاريلا اهي حطيناها. كنا احنا بقى مولعين الفرن على يعني على نار عاليه، تسخن الفرن بس قبلها ب10 دقايق. حطينا بقى الصينيه في النص ايه والتاني انك تتابعيها بقى لما تلاقيها بقى كده اهو خلاص احمرت من الوش، يبقى كده استوت واخر جمال. جميله جدا. وقطعيها بقى اول ما تطلع كده بالمخرطه بالسكينه باللي انت ايه متاح عندك او اللي انت تقدري بيه. جميله جدا وطعمها حلو قوي، وهقول لك الريحه اخر جمال، فطيره جميله ولذيذه. جربوها بقى ان شاء الله هتعجبكم. وعايزاكم بقى ايه تقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. واللي اول مره يشوف القناه ما ينساش يخش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.